لأن اليهود زمان كانوا بيعيشوا في مجتمعات منفصلة بعيدا عن الناس، وكان معظم شغلهم مبني على الإقراض والربا. فكان الناس شايفاهم ان هم انتهازيين وبيستغلوا الظروف المالية السيئة اللي بتمر بيها اوروبا كلها في الوقت ده عشان بس يعملوا فلوس. المهم ان ده خلق حالة من الكراهية لليهود بين كل الشعوب. فبعد خسارة الحرب ابتدى هتلر يحاول يدخل في السياسة، ونجح فعلا عن طريق انه دخل حزب وكان صغير وقتها اللي هو حزب العمال الوطني الاشتراكي او الحزب النازي زي ما بيطلق عليه. اعجب هتلر بافكار الحزب وخاصة معاداته لليهود والشيوعيين، وبدأ يظهر على هتلر مهارات في قدرته على الخطابة بين الناس. بيعرف ازاي يجذب الجماهير بكلمات حماسية رنانة، وسريعا بقى شخصية بارزة في الحزب ومن ثم رئيسا للحزب. وبعديها في سنة 1923 حاول يعمل انقلاب اسمه بير هول أو انقلاب قاعة البيرة، ولكنه فشل ودخل السجن.